ميت فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا، أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. مواسير كتير بوم فجر في حياتنا. تبقى ماشي في الشارع وفجأة تلاقي الشارع كله غرقان مية، والسبب انفجار ماسورة المية في المنطقة. ولو كانت ماسورة صرف صحي تبقى مية وريحة وكتل فستك كده على الأرض. ماسورة المية في العمارة وتتقطع المية لغاية ما تتصلح، وده كتير طبعا بسبب غياب فكر وثقافة الصيانة عندنا. وساعات تكون جوه الشقة بتاعتك فتغرق لك الشقة والأرضية وتضطر تغير الأرضية وتبهدل شقق الجيران والسقف بتاعهم. وفي نوع تاني خالص من المواسير بتنفجر ملهاش أي علاقة بالمية ولا المجاري، بس بتبقى أغرب بكتير. بتكون مواسير أقمشة. لما تبقى واقف قدام مدرسة مثلا، مش عارف مدرسة ايه، الثانوية للبنات، او قدام جامعة او مجمع او شركة، وتلاقي فجأة ماسورة اشاربات بوم انفجرت في وشك، وتلاقي نفسك قدام اكبر مجموعة وتشكيلة من الاقمشة والاشاربات المختلفة وكل الالوان اللي ممكن تخطر على بالك، ومنها بتاخد دورة تدريبية في اخر ما توصلت ليه مصانع الاشاربات المصرية والصينية واللي تحت السلم واللي فوق السلم، وكمان المجهودات الذاتية والابداع في تركيب الألوان. ايه ده؟ معقولة؟ هل كل الناس دي مقتنعة فعلا بالحجاب؟ هو ده السؤال. الحجاب فرض. لا، الحجاب مش فرض. الحجاب عادة مصرية. لا، الحجاب أصلا عادة يهودية واليهود هم اللي دخلوه مصر. لا، ده الحجاب عادة بدوية. الحجاب اتفرض بس على أمهات المؤمنين. الحجاب بيحطني على الطريق الصح وطريق الجنة. دي شوية من الآراء الكتير والمختلفة على الحجاب، وأنا لا أملك إني أقول الحجاب فرض ولا لأ، ولا عادة ولا لأ، ومش من حقي إني أقول، لأن دي مهمة رجال الدين والعلم المتخصصين المعتمدين، مش أي حد وخلاص. وكل إنسان حر في رأيه واعتقاده إذا كان فرض ولا لأ، وحر في علاقته بينه وبين ربنا، والمفروض يسأل ويعرف ويفهم ويقتنع. نرجع تاني للسؤال، هل كل المحجبات في مصر، واللي طبقا لآخر الإحصائيات بتقول إنهم 80%، هل كلهم لابسين الحجاب عن اقتناع؟ ولما بحاول أجاوب على السؤال ده طبعا بركز مع الناس والمحجبات عشان أعرف الإجابة، ولما بركز بلاقي قدامي بعض البنات والستات الراس وكأنها متركبة على الجسم، حجابة على الشعر، ومن أول الرقبة لتحت منظر غريب لا يتناسب أبدا مع فكرة الحجاب، وإنهم أكيد فاهمين الحجاب غلط. وأنا قلت بعض مش كل. ماشي؟ بنطلون ستريتش وفوقيه جونيلا 3 سنتي فوق البنطلون. أيوة، هي ما يتقالش عليها غير جونيلا. وأحيانا بادي ضيق وقصير، وغالبا بيكون كارينا. أو تلاقي واحدة لابسة حاجات غريبة كده أنا مش عارف أوصفها، ولكن الخلاصة إنها حولتها إلى شوية تضاريس استوائية عشوائية منتفخة أمامية وخلفية، وماشية ويا أرض تهدي ما عليكي أدي. ولا واحدة محجبة ماشية في الشارع بتتصرف تصرفات غريبة جدا، وساعات بتقول كلام وشتايم غريبة جدا وغير محترمة. أو للأسف زي المحجبات اللي بتتمسك في شبكات الدعارة والمخدرات، أو تاجرة المخدرات المحجبة اللي كنا بنشوفها في الأفلام وبقت موجودة عادي في الواقع. إيه ده؟ أو واحدة محجبة ولابسة اللي بيسموه مايو شرعي ستريتش من فوق لتحت وفوقيه مايو عادي وساعات مايو بيكيني. إيه ده؟ معقولة؟ ومحدش يقول لي دي حالات فردية، عشان اللي هيقول كده يا جماعة يبقى مش عايش وسط المجتمع. هو الحجاب ايه؟ هل هو مجرد تغطية خصيلات شعر وبس؟ اكيد لا، اكيد مش المقصود من الحجاب هو انك تغطي شوية الشعر اللي نازلين من منطقة اسمها الراس، لا، المطلوب هو الحشمة والاخلاق والجوهر والتعاملات والاحترام، مش اشارب على الراس وبس. لان زي ما وصفت ممكن واحدة تبقى حاطة اشارب على راسها ومثيرة للبعض، وممكن واحدة تانية
مش مغطية شعرها لكن لابسة عادي جدا ومحتشمة ومحترمة في تصرفاتها وأخلاقها. يبقى من الواضح إنه للأسف مش كل الناس دي مقتنعة بالحجاب، وكتير منهم لابسينه عشان مجبرين عليه في البيت من أهلها أو جوزها أو في المنطقة والحي أو المدرسة أو الشغل أو للأسف الشديد مجتمعنا وصل لمرحلة إنه أهان الرمز الديني بتاعه. ما هو يا جماعة طالما 80% محجبات يبقى أكيد إحنا عايشين في مجتمع أغلبيته ترى إن الحجاب رمز ديني، فالمجتمع ده أهان الرمز الديني بتاعه عن طريق تحويله من رمز إلى زي. لأن عدم احترام الحجاب أو إن الواحدة تلبس لبس لا يتناسب مع الحجاب دي إهانة، واللي تجبر على الحجاب دي إهانة، لأنك كده بتفقد الرمز قيمته وجوهره ومعناه الحقيقي لما تحوله إلى زي، ومع الوقت بتحوله إلى مجرد قماشة مربوطة على الراس. وللأسف اللي يهين الرمز الديني بتاعه هيهين أي شيء تاني، هيهين نفسه والناس والمجتمع ووطنه، وهيكون بلا مبادئ، وكل شيء عنده هيفقد معناه وقيمته. إيه السبب إن بعض الناس وصلت للمرحلة دي من إهانة الرمز الديني؟ إيه السبب إن بقينا عايشين في مجتمع بينظر للبنت اللي مش محجبة إنها غير متدينة، وبيقبل البنت المحجبة اللي لابسة لبس غريب جدا لا يتناسب مع فكرة الحجاب، وساعات بيكون قمة في الإغراء والإثارة للبعض؟ إيه ده؟ إزاي بقينا كده؟ يا جماعة احنا كده حولنا الحجاب إلى شيء بلا قيمة وبلا احترام. إيه السبب؟ هل السبب هي صيانة الخطاب الديني اللي برضو ثقافة الصيانة مش موجودة عندنا في أي شيء حتى في الخطاب الديني؟ في ناس كتير يا جماعة بتقول أنا لازم أتجوز واحدة محجبة، وفي بعض الناس بتقول أنا مش عايز أتجوز واحدة محجبة. وأنا من وجهة نظري المتواضعة بشوف إن الواحد المفروض يقول أنا عايز أتجوز واحدة تعرف ربنا وبتخاف ربنا وتراعي ربنا فيا وفي ولادنا وفي أهلها وفي أهلي وفي الناس والمجتمع والبلد، وبكده تبقى فعلا واحدة أخلاقها عالية وفعلا متدينة بالمعنى الصحيح للكلمة، سواء كانت محجبة أو لأ. انتوا عارفين يا جماعة في سؤال بسأله لنفسي كتير جدا، والإجابة ساعات بتكون إيجابية وساعات سلبية جدا. أنا هسألكوا السؤال ده واكتبوا كومنتس بردكوا ورأيكوا، بس قبل ما أسأل السؤال عايز أقول حاجة. أنا مش بقول إن البنات تفك الحجاب، لأ لأ لأ، عشان ما حدش يحاول يطلعني علماني 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 كافر زنديق ولا مش عارف إيه. أنا كل اللي بقوله إن الإنسان لازم يعمل أي شيء عن اقتناع وحب عشان يعمله صح وبضمير ويتقبل منه، وإن من وجهة نظري الجنة بمجمل الأعمال والأخلاق والجوهر والتعاملات مع الناس، مش بالمظهر، واللي ساعات بيكون للأسف مظهر مشوه بسبب عدم الاقتناع. هو ده اللي عايز أقوله من الحلقة دي. أما بقى عن السؤال، هل لو جبنا المحجبات اللي مستواهم المادي والثقافي تحت المتوسط ومنعدم واديناهم فلوس كتير، قد إيه منهم هيستمر على الحجاب وقد إيه هيفك الحجاب؟ هو ده السؤال اللي بسأله لنفسي كتير جدا، وعايزكم تتناقشوا معايا فيه وتبعتوا رأيكم عشان نعرف حاجة مهمة جدا، وهي هل الموضوع ليه علاقة بالمستوى المادي والثقافي ولا لأ؟ وكل الآراء هتكون مقبولة، سواء كانت إيجابية أو سلبية أو حتى لو كانت شتيمة فيا، عشان أنا عارف إنه للأسف في بعض الناس ما بتعرفش غير إن هي تشتم وتقول كلام فستك وما بتعرفش تتناقش وتخش في حوار بناء ومفيد للأسف الشديد. وفي الآخر كل التقدير والاحترام لكل واحدة محجبة مقتنعة بالحجاب وبتحترمه، وكل التقدير والاحترام لكل واحدة غير محجبة وأخلاقها وتعاملاتها وجوهرها محترم. والهدف من الاقتناع بأي شيء أو تصرف هو إننا نعمله صح، والمجتمع يتقدم لقدام ومصر ترجع زي زمان. محمد سعيد.
do 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 do